وقضينا إليه ذلك الأمر. شايف كلام ربنا جميل ازاي؟ دي اللحظة اللي ربنا بيقول لك فيها أنا استجبت خلاص لدعائك. اللحظة اللي فيها بتدعي ربنا حاجة وانت عشمان بالحاجة دي، وتلاقي دي حاجة اللي حصلت، ربنا يقول لك قضينا الأمر اللي انت عايزه، خلاص دعائك خلاص استجبناه، الحاجة اللي انت كان نفسك فيها خلاص حصلت، خلاص الحاجة اللي انت كنت بتقول مستحيل انها تحصل بقت موجودة قدامك. يا ابني الإحساس ده مش بعيد عنك، الإحساس ده بيحصل للناس اللي عندها ثقة في ربنا، اللي متأكدة ان وعد ربنا حق، اللي متأكدة ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجة للبني آدم في الوقت المناسب. فبلاش تبقى متشائم، الوقت اللي انت بتحلم بيه يحصل لك فيه حاجة كويسة جاي، والحاجة اللي انت بتقول يا رب اتأخرت ليه هتيجي وهتحصل، والغمة اللي موجودة في حياتك اللي انت بتقول يا رب يا رب الغمة دي تمشي وتروح، هتمشي والفرج هيجي يا ابني، وربنا هيقول لك وقضينا إليه ذلك الأمر. استبشر خير بربنا وقول له يا رب يا رب أنا مستعجل قوي يا رب، وهتسمع الآية دي ليك وهتبقى أكتر واحد مطمن إن ربنا إداك وأجاب لكل الدعاء اللي أنت عايزه.